الموضوع بيبدأ برؤية، مشروع، منتج، خدمة محدش عملها قبل كده. واضح عايز تعمل ايه، عارف تعملها ازاي. يمكن انت وصاحبك متحمسين، صممت لوجو، عملت اسم جامد، الوان، صممت الفكرة، كونسيبت. الموضوع بدأ يبقى جد. قررت تعمل شركة، محتاج عملية تسجيل قانونية. هيكلفك قد ايه في مصر؟ تأسيس شركة ممكن يكلفك ما بين 100 جنيه وكام ألف جنيه. بعد كده محتاج سيرفر أو التكلفة اللي عايزها عشان تطور منتجك مش معاك. عشان كده هتقرر تجمع أموال من ناس تانية. بس مين في المجرة وفي المرحلة دي من مشروعك هيديك فلوسه؟ العيلة، الصحاب، يمكن التمويل الجماعي أو يمكن خالك. عادة الشركة الجديدة بتتكون من 100,000 سهم، والأسهم هي أجزاء متساوية من الملكية. محتاج تحدد مين هيبقى معاه قد إيه من الأسهم دي. هتتفق على 40,000 سهم أو 40% من الشركة لكل مؤسسة، أنت وصاحبك يعني، و20,000 سهم أو 20% من الشركة لخالك الغني. هيشتريها مقابل كام؟ 50,000، وده اسمه استثمار. في المرحلة المبكرة من بزنسك الناشئ يسمى الاستثمار استثمار البذر أو سيد انفستمنت، بس ملوش ترجمة ومش هنشغل نفسنا دلوقتي بالحاجات دي. احنا بنبني بزنس. المال اللي جمعته دلوقتي بتاع الشركة، لو فشلت الشركة في المستقبل القريب وهو السيناريو الأكثر احتمالا إحصائيا، في الأغلب مش هتشوف قرش منه تاني. 50,000 أموال مقابل 20%، ده يخلي القيمة الحالية لشركتك 250,000 جنيه، وتضع القيمة ل 40% من شركتك عند 100,000. من فضلك امضي هنا كله يمضي. يلا مبروك، انت عملت الشركة وجمعت أول تمويل أو أول استثمار. عدت سنة بحالها. المنتج التجريبي بيتا الناجح مع العملاء. محتاج توظف عدد أكبر من الناس وتأجر مكتب صغير بدل المكان اللي أنت فيه. 50,000 اللي كانوا معاك خلصوا. جه وقت جمع أول جولة كبيرة من التمويل. هتعمل ده من خلال ما يسمى بجولة السلسلة. إيه، عايز استثمار بقيمة مليون؟ ماشي، المرة دي هنكلم مستثمرين ملائكيين وفينشر كابيتال. بمنتهى البساطة بياخدوا أموال الناس ويستثمروها في شركات ناشئة زي شركة مين؟ زي شركتك. والمستثمرين الملائكيين دول أفراد بيستثمروا أموالهم الخاصة بشكل احترافي في الشركات الناشئة. غالبا بيكونوا باعوا شركتهم الناشئة بنجاح من كام سنة وبيدوروا دلوقتي على مشاريع ناشئة يدعموا. اتواصلت مع شويه مستثمرين من فينشر كابيتال ملائكيين، منهم لقيتهم على النت. شويه اتواصلت معاهم عن طريق الصحاب او الزملاء، بعت لهم رسائل، بعت لهم بيزنس بلان او خطه العمل. عاده ما بيهتموش قوي بخطه العمل. هو عايز يشوف الفريق، هل الفريق كويس، فريق جامد، فكره مميزه، هم عارفين اللي انت عملته لحد دلوقتي مش سهل، هل الفكره ليها مستقبل، ممكن نعمل ايه تاني، تعرف تحلم اكبر. دخلت معاهم مكالمات على سكايبي، كلام عادي وكتير منها بيزنس. تتكلم عن الفيجن، سهله، عملت ده كتير لحد دلوقتي. بيسالوك اسئله صعبه، سمعت عن الشركه الفلانيه، سمعت عن الشركه العلانيه، انت ازاي مختلف عن الشركه دي، الشركه دي بتعمل حاجه شبهك. حسيتهم مهتمين، يلا نتكلم تاني، يلا نتكلم تالت. هتقابلهم شخصيا، ممكن يستثمروا. جه وقت الكلام عن التقييم. في نوعين من التقييم دلوقتي، في تقييم اللي قبل الاستثمار وفي تقييم اللي بعد الاستثمار. التقييم اللي قبل الاستثمار اللي هو تقييم النهارده، تقييم شركتي النهارده بكام. تقييم ما بعد الاستثمار هو التقييم اللي بعد ما الاستثمارات تخش، بعد ما الفلوس اللي انت عايزها تجمعها. ده اللي هنتكلم بيه معاهم في عمليه التفاوض. هنتفاوض. بص، لما بتقسم الاستثمار اللي انت عايزه على تقييم ما بعد الاستثمار هيساوي حصه المستثمرين في شركتك الناشئه. مش واضحه؟ ماشي. ببساطه المستثمر عايز تقييم قليل، انت عايز تقييم عالي عشان تحافظ على حصتك الكبيره. هتقترح تقييم ما بعد الاستثمار بقيمه 8 مليون. بالنسبه للمستثمر اللي هيحط مليون هيبقى معاه 12.5%. هتمر شويه اسابيع، جالك عرضين على الترابيزه. واحد من الفينشر كابيتال هيحط مليون على تقييم ما بعد الاستثمار 6 مليون، ومستثمر ملائكي من اللي انت كلمتهم عرض استثمار بقيمه 500,000 بتقييم ما بعد الاستثمار بقيمه 5 مليون. واضح ان العرض الاول اقوى، بس المستثمر الملائكي عنده علاقات اقوى في مجالك. سمارت ماني. هتعمل ايه؟ هتاخد الاثنين. هتكلم مستثمر ملائكي ان انت عندك عرض بتقييم ما بعد الاستثمار بقيمه 6 مليون وان انت عايزه يبقى معاك بجد. هيوافق على تقييم ما بعد الاستثمار بقيمه 6 مليون. جامد. هنوزع الحصه ازاي المره دي؟ طلع الاله، الاثنين مع بعض هيخشوا بمبلغ اجمالي قدره 1.5 مليون في شركتك بتقييم ما بعد استثمار بقيمه 6 مليون، وده معناه ان هم يمتلكوا 25% من الشركه. كنت انت في الاول وشريكك وخالك عندكم 100% من الشركه مع بعض، بس مع وجود مستثمرين جدد حصتك هتبقى اخف او هيحصل لها دايوليشن. بعد استثمار السلسله ايه، حصتك هتبقى 75% من الشركه بس. التخفيف ده بيحصل بنسبه متناسبه مع الاستثمارات الجديده. هل ده معناه انك دلوقتي معاك حصص اقل؟ لا. بص الموضوع بيمشي ازاي. زي ما شركتك اصدرت 100,000 سهم وانت بتاسسها، الشركه هتنزل اسهم اكتر عشان يشتريها المستثمرين الجدد. الشركه بتطلع اسهم بالظبط زي ما البنوك المركزيه ممكن تطبع فلوس. بيتغير اجمالي عدد اسهم الشركه بس هتفضل حصتك زي ما هي. الشركه هتنزل اسهم قد ايه؟ لو كانت 100,000 سهم هي دلوقتي 75% بس من الشركه، فده معناه ان 100% من الشركه دلوقتي 133,000 سهم، وبالتالي المستثمرين هيبقى معاهم 33,000 سهم جديد تم اصدارهم. وبما انهم هيدفعوا 1.5 مليون مقابل حصتهم، فده معناه ان قيمه كل سهم النهارده 45. حصتك دلوقتي اللي هي 40,000 سهم قيمتها اكثر من 1.8 مليون. مبروك يا نينجا. العمليه دي كلها اللي الشركه فيها بتنزل اسهم جديده عشان تاخد كاش او نقد او اموال، هو رفع لراس المال او كابيتال ريز. لو الدنيا ماشيه معاك كويس في السلسله ايه دي، مش هتكون اخر مره تجيب راس مال او تكبر راس المال. لسه هيكون في سلسله بي وسلسله سي وسلسله دي والى اخره. مع كل جوله استثماريه هيزيد تقييم الشركه، وبرده مع كل مره شركتك هتجيب كاش من المستثمرين حصتك هتتخفف بشكل اكبر. فاكر لما قلت لك ان عدد اسهمك بيفضل زي ما هو؟ في الحقيقه نكذب. في الاغلب بيكون
بيكون في تقسيمات للاسهم على طول، واللي بتحول كل سهم بتاع اي شخص الى شويه اسهم تانيين، وبالتالي بيتم مضاعفه عدد اسهمك او ضربه في 3 كل فتره زيك زي الباقي. الغرض من ده وغيره من الحاجات القانونيه البيزنسيه دي واللي بتتحدد في ورقه الشروط هو قصه مره تانية ممكن نتكلم عليها. المهم ما تشغلش نفسك انت بالعمل القانوني، اهتمامك دلوقتي المفروض يكون ازاي تكبر شركتك اللي هتنطلق نحو القمه. عدت 6 سنين على تاسيس شركتك، عملت 4 جولات استثماريه من ساعتها، والمنتج عامل بومينج في السوق. تفتكر ايه؟ الناس حبته، نجاح كبير، الصحفيين بتكتب الحاجات دي الحلوه. الاهم من ده كله اخيرا في الربع الاخير من السنه دي شركتك ما خسرتش اموال للمره الاولى، لا دي كمان عملت ارباح. جه وقت الخروج، المستثمرين بيتكلموا عن بيع حصصهم. كل شخص استثمر كاش في شركتك من الاول كان بيحلم بربح كبير، كل ما استثمر في وقت بدري بتزيد المخاطره عليهم وبالتالي بتزيد ارباحهم. عاده في طريقتين للخروج، يا اما تبيع لاحد العمالقه في السوق او العرض في الاسواق الماليه. لو بعت الشركه لشركه كبيره ففي الاغلب المستثمرين هيبيعوا حصصهم دفعه واحده، اما انت وصاحبك فمش هتبيعوا حصتكم دفعه واحده. اللي هيشتري شركتك محتاج وجودكم عشان يحافظ على تشغيل الشركه باكملها، وبالتالي هيتم تحويل حصتك الى حصص في الشركه اللي اشتريتك وهيوفروها لك مع الوقت. في الحاله دي لو مشيت بدري او لو ما وصلتش اللي المفروض توصله فمش هتاخد كل حصه. الطريقه الاجمد للخروج هي انك تبقى كبير بما فيه الكفايه عشان تقدر تبيع حصص شركتك في السوق الماليه. ده اسمه العرض الاولي للاسهم IPO. وما تصدقش اللي يقولك انها فيزياء، الموضوع سهل بشكل غريب. اصلا IPO هو مجرد رفع تاني لراس المال. شركتك هتنزل اسهم جديده بس المستثمر اللي هيشتريها المره دي ولا ملائكي ولا غيره، دول ناس عاديه. اليوم اللي هتحول فيه شركتك لشركه عامه هتنزل شركتك حزمه اسهم جديده على السوق الماليه. في اللحظه دي الناس ممكن تشتريها وتبيعها من بعض ومع بعض، وكمان ممكن دلوقتي تستفيد بورقه قابله للتداول تقريبا زي الكاش واللي بيغير سعرها يوميا، اللي ممكن من خلالها تبيع اسهمك في السوق الماليه بسعر السوق في اي وقت باستثناء فترات الاغلاق. بمناسبه العرض الاولي للسهم IPO ده موضوع تاني لمره تانيه. انت دلوقتي طرحت الاسهم بتاعتك، سعر افتتاحي قدره كام؟ 64، زادت كام؟ 70 في اليوم الاول. بسبب تقسيمات الاسهم اللي كنت بتعملها من الاول انت دلوقتي معاك 10 مليون سهم. ثروتك الشخصيه بتتجاوز 700 مليون، ممكن تحولهم كاش صح، بس انت عايز كده؟ لا. امبارح انت وصاحبك كان عندكم رؤيه، بس النهارده انتم مليونيرات، عملتوا كتير، وصلتوا لكتير، بس مع ذلك لسه ممكن تعمل اكتر. وعلى الرغم ان المستثمرين بيسموها خروج او اكزيت الا انها لناس كتير من المؤسسين هي بس البدايه.